اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتنا جديلي سبورتس. معلش كام يوم اللي فاتوا ما عرفناش نطلع معاكم بس مع القناه. استنينا ان كل مباريات ابطال اوروبا تخلص كلها مره واحده ونتكلم عنها كلها بشكل كامل، بحيث تكونوا حضراتكم عارفين ايه اللي حاصل في دوري الابطال مع البريمير ليج، مع يعني نقدر نقول كده اللوكشه مره واحده على بعضها. فطبعا برشلونه زي ما حضراتكم شفتوا تعادل مع اليونايتد، بروسيا يكسب تشيلسي، البايرن يكسب باريس، يعني السيتي يكسب الارسنال على ارضه 3-1. يعني اجواء كتير جدا واخبار وفنيات ودنيا كبيره جدا. خلينا نتكلم مع حضراتكم عنها واحده واحده كده بشكل سريع، وهنحاول نتكلم مع حضراتكم فنيا برضه في السريع. فقبل اي حاجه يلا بينا نبدا الحلقه. مش طبعا تابعوا لايك وسبسكرايب للقناه وطلع سيدنا محمد في ورقه المحين ودعوا لايك المتين في القناه. يلا بينا نبدا الحلقه، يلا بينا. بدايه كده خلينا نتكلم طبعا على الارسنال وفقده للصداره بعد الهزيمه من السيتي ب3 اهداف مقابل هدف واحد. المباراه اللي كانت فيها فنيات كتيره جدا، واللي جوارديولا اثبت فيها ان هو لما بيتفزلك وساعات بتمشي معاه وساعات بيتفزلك وما بتمشيش، والتكتيك اللي لعب عليه. ولكن احنا عايزين نوضح ان ارسنال كان فقد الثقه، وانه اخر 3 مباريات خسر من السيتي خسر اخر مباراه خسروا. طبعا الصداره ابتدت تبعد عنه، بجانب برضه ان في رقم قياسي حققه السيتي الفتره الاخيره، وهو ان هو حتى الان الارسنال بيخسر من السيتي من 2017 حتى الان رايح جاي في الدوري ما عرفش يكسبه. بجانب برضو ان جوارديولا امبارح عمل فنيات عاليه قوي على الارسنال، ولعب بتكتيك الى حد ما كان فيه بعض الاخطاء الفنيه، ولكن اخطاء الارسنال هي اللي كانت جازمه بشكل كبير جدا وادت المباراه للاخر للسيتي. لان كان الارسنال عنده فرصه ان هو بعد ما رجع من الهدف الاول كان عنده الحماسه وكان عنده القدره انه يرجع للمباراه ويتقدم خصوصا على ارضه في الامارات، ولكن كان السيتي بصراحه كان ضاغط بشكل كبير قوي 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 جوارديولا زي ما حضراتكم عارفين، وجوارديولا بطريقته المعتاده ليه. فكان هو امبارح في جوارديولا بيلعب بتكتيك زي ما حضراتكم عارفين 4-3-3، وكان بيضغط بيه فنيا بشكل كبير جدا على نادي الارسنال. انا مش عارف اتكلم اول من غير ما اوضح لحضراتكم في البورد، فخليكم معايا نوضحها على البورد اهو زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ادي 4-3-3 اللي كان بيلعب بيها جوارديولا. كان بيلعب 4-3-3 وكان بيلعب بضغط متقدم ويلعب على الكور الطوليه على هالاند بشكل كبير جدا. وكان عامل يعني نقول تريكه غريبه جدا، كان بيلعب باك شمال كانسيلو، وكان يعني كان بصراحه اخطاء غريبه جدا جدا، وكان مخليه هنا كديفندر ثابت بشكل كبير جدا. كان جوارديولا زي ما قلت لحضرتك كان بيلعب 4-3-3 وكان حاطط سيلفا باك شمال، كانت تركه غريبه جدا، وكان بيلعبوا ديفندر بيلعب 3 كده في نص الملعب، والاثنين دول يبقى كديفندر واحد منهم يزيد جوه زي مع دي بروين وهالاند. وكان في بعض الحالات لما لقى الموضوع مش سايب معاه راح مخلي خلى كينجي يعني يكون مكانه كباك شمال، وهو راح حاطه من الباك الشمال حاطه كجناح يمين وزاد مع دي بروين. فكان عامل فلسفه غريبه جدا زي ما حضراتكم عارفين جوارديولا، بس اللي ساعده بكده الاخطاء الفنيه وقع فيها الارسنال كورتين بجونين، اخطاء غريبه جدا. بجانب برضه هو كان جوه عارفين حضراتكم عارفين ان هالاند قوه وضربه كبيره جدا بالنسبه للسيتي، ولما بتلعب على الكره الطوليه بشكل كبير بينجح. مع ملاحظه برضه ان الفتره الاخيره كان كل الانديه بتلعب على هالاند وبتعمل عليه ضغط او رقابه 2 أو 3 لعيبه، ولكن هالاند برضه مهما كان ماكل اهداف وغزات اهداف وقوه بدنيه وفنيه عاليه قوي. بالاضافه برضه انه كان مساعده اخطاء اللي وقع فيها الارسنال زي ما قلنا لحضراتكم، بجانب ان كان الارسنال ما استغلش الاخطاء اللي كان عاملها جوارديولا في الشوط الاول والشوط الثاني. بجانب برضه زي ما حضراتكم وضحنا لحضراتكم ان هو لما لاعب سيلفا باك شمال وبعد كده راح مطلعه حاطه جناح يمين ونزل مكانه كوندي، وكان مخلي هالاند جوه بعد ما كان لعبه كمهاجم صريح حاول يسحبه لورا تحت شويه بحيث يسحب معاه اتنين مدافعين ويخلي من اجنحه واطرافه عن طريق سيلفا ان هم يدوسوا بين الاطراف بشكل كبير جدا، نجحت بشكل كبير. فنقدر نقول ان سيتي لعب بشكل كبير ولعب على الاخطاء الفرديه اللي لعبت عليها الارسنال، وهاجم بشكل كبير جدا جدا ولعب على الضغط من قدام والكونتر من قدام وعمل على الاخطاء. وجوارديولا كان فعلا عنده الامل وكان الخبره والتركيز لصالح السيتي بشكل كبير جدا. ننتقل بقى مع حضراتكم عن طبعا مباراه باريس والبايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا. احنا كان بريمير ليج نخش ابطال اوروبا مع باريس والباير. يلا بينا نتكلم عن مباراه بشكل سريع جدا، يلا بينا.
طبعا زي ما حضراتكم شفتوا ان باريس لعب بيه كان مع البايرن كان بيلعب بشكل ثابت جدا، وهو كان بيلعب بثلاثه على الديفندر سيرتباكات. معلش الحلقه طويله النهارده، بس انا هتكلم عشان بتكلم عن كل مباراه بشكل سريع جدا، ناخد من اللقطات الفنيه اللي تهمنا وتعرف ايه اسباب الفوز والخساره. فكان البايرن بيلعب مع حضراتكم زي ما كنتوا شايفين، كان بيلعب 4-3-3، كان مطير كومان وكان مطير كانسيلو على الطرف الشمال، وكان عامل ثلاثه ديفندرات ورا، وكان عامل بشكل كبير جدا بيلعب على النص الملعب. فكان المشكله الفنيه اللي وقعت فيها الباريس ان ما كانش عندهم هجوم تماما، كان الهجوم عقيم جدا بسبب عدم وجود امبابي في الناحيه الهجوميه، وكان بسبب الاصابه. ولكن لما نزل الراجل بصراحه فرق بشكل كبير، جاب جون اوف سايد، عمل كونتر اتاك بشكل كبير. لكن البايرن نقدر نقوله كان بيلعب ثلاث ديفندرات، كانت خطه ناجحه قوي قوي، قفلت على بيس بشكل كبير جدا، قفلت على نيمار بشكل كبير جدا، بجانب برضو ان هو كان راموس، يعني مش عايزين برضو نتخطى دور راموس في المباراه، كان واضح قوي وكان ايجابي بشكل كبير بصراحه. ولكن احنا عايزين نقول ان البايرن لعب باسلوب مختلف، لعب بيه يعني مرونه تكتيكيه عاليه دفاعيا. هو كان بيلعب 3-4-3، وفي حاله الكره مش معاه بيرجع دول الخماسي بيرجع ورا، الديفندرات دول بتستخبى في قلب الدفاع، بيرجع واحد من الاجنحه وثلاثه اللي قدام بيرجع كام ديفندر قدام يعني ناحيه وصلنا اللعب، وبيخلي الاثنين المهاجمين بتوعه يبقوا على الدايره كده بشكل كبير. فالبايرن كان بيلعب بالمنظومه والمكنه، نقدر نقول المنظومه والكتله الدفاعيه بالشكل ده طوال المباراه، ولعب على الكونتر اتاك برده مع طرد بافارد في الشوط الثاني، لكن ما اثرش بشكل كبير لان بافارد اتطرد، راح منجح الديفندر ده رقم 3 خلاه رقم مكانه جناح يمين، وخلى الدفاع يرجع بشكل كبير جدا ويلعب بيه 4-5-1 زي ما حضراتكم انتوا عارفينها. ولكن البايرن كان تكتيكيا واضح كده بطول المباراه، كان فايق، كان عارف هو بيعمل ايه، وكان حاطط عينه على المباراه، وبالتالي نجح للمباراه بره الامام بشكل كبير جدا. وانا عجبني اداء بافارد يعني قبل ما يطير، ولكن كان عنده العنف بشكل كبير. فده الشكل لعب بيه البايرن ميونخ في المباراه، واللي قدر ياخد بيه المباراه لبره الامام. وبكده احنا نكون وضحنا لحضراتكم فنيا البايرن وباريس بشكل فريق سريع جدا، ازاي باريس قدر يخترق المباراه ويكسبها بشكل كبير. يلا بينا ننتقل بقى على مباراه برشلونه واليونايتد، اللي كانت قمه الاثاره والمتعه في اليوروب ليج. يلا بينا. زي ما حضراتكم شفتوا اليونايتد وبرشلونه كانت مباراه كبيره جدا فيها العديد من الاهداف والفرص. كانت مباراه انا بس اتكلم عنها احصائيا، كان فيها 36 تسديده، كان من ضمنهم 18 تسديده لكل فريق. ولكن احنا عايزين نقول الفريقات اللي وقع فيها كل من شافي واللي لعب عليها ايرن في المباراه. هي بس مسجله في ورقه عشان كبيره جدا، عشان لما اشرحها مع برضه محلكم عشان مش هقدر احفظها بشكل كبير. اول حاجه ان ايرن كان بيلعب على ثلاث افكار رئيسيه، ان هو كان بيلعب بورهيرست، كان بيلعبه كان مش دور مهاجم صريح، ولكن كان بيلعبه كمهاجم مخفي، كان بيلعب براشفورد كمهاجم صريح ويمين ناحيه اليمين، كان بيلعب بسانشو كجناح شمال صريح وبيضم كصانع لعب من الناحيه نص الملعب. ده بالنسبه لعب عليه ايرن طول المباراه وكان جاي يلعب عليه، ولولا اخر 10 دقائق لما رجع للمباراه وكان متفوق كان ممكن يكسب المباراه. لكن نقول مرقعه لعيبه يونايتد قد بشكل كبير جدا المباراه تهرب منه ويخرج بالتعادل، لكن كانوا عايزين يكسبوا المباراه كان قدروا يكسبوها بشكل كبير. نيجي بقى الناحيه الثانيه على الفنيات اللي وقع فيها تشافي، ان هو لعب بافكار غريبه جدا في الناحيه الدفاعيه بصراحه. يعني هو لعب شانسو الونسو ظهير باك شمال، ثم راح خلاه مع بعد كده نزل مكانه كرينست، وبعد كده خلى كوندي قلب دفاع، بعد كده راح مخلي وراه يعني عمل يعني هو عمل تغيير غريب جدا. برضه تغيير غريب برضه بخروج لما خرج بدري نزل مكانه في وسط الملعب، يعني نقدر نقول كان هيلعب بروبرتو. فانا مش فاهم بصراحه، الموضوع غريب جدا جدا. غلطات كبيره جدا. تشافي نقدر نقول في الدقيقه 68 قدر يلعب على واكتشف اخطائه بشكل كبير، ولكن برضه تغيير العقيم اللي نزله لما خرج، يعني انت نزلت فاتي كان بشكل حلو في ناحيه الشمال، راح مخرج رافينا. طب هو رافينا كان فايق، فانت بتخرج واحد فايق وتنزل واحد فايق، طب ما تخلي الاثنين مع بعض، كان تغيير غريب جدا. برضه نقدر نقول لما خرج رافينا نزل توريس، فانا مش فاهم هو بيعمل ايه. فتوريس بقى اصلا نص ملعب كده، نص ملعب، فنص ملعب اصلا انت عندك اتصاب بدري، ما انت تواجه مشكله في العوده، وبدري من عنده اصابه عضليه وممكن ما يرجعش بسرعه. ففنيات نقدر نقول ان تشافي وضحها مع حضرتك ان هو لعب في الدفاع بشكل كبير جدا، وده اثر على منطقه وسط الملعب باصابه بدري، وبالتالي خلى الدنيا متلخبطه خالص مع برشلونه في نص الملعب والدفاع، ولعب عليها اليونايتد بشكل كبير جدا. زي ما حضرتك قلت بقى كان بيلعب على الاطراف والاجنحه، وكان مخلي واحد مخفي. فكان باين ان ايرن جاي يلعب بفني واضح، شغل مذاكر برشلونه بشكل كبير جدا. على الناحيه الثانيه تشافي كان عمال يعك، واضح فعلا فرق الخبره بينهم. فيرجح الفنيات اللي وقع فيها برشلونه بشكل كبير جدا، وادت المباراه تفوز بيها اليونايتد، وهي ان هو كان بيلعب باربعه في خط الدفاع. بالتالي الاربعه دول انت خليت الونسو يعني كان باك شمال، فانت لخبطت الدنيا بينهم من كوندي، فالاثنين كانوا يعتبر بيجي منهم هدفين اساسا، فبالتالي انت عملت فجوه في منطقه الطرف الشمال مع قلب الدفاع، فعمل غلطه كبيره جدا. وبالتالي انت عندك نص ملعب انت منظمه بالعافيه اصلا، اذا كان لما لعب هيلعب بيته الماتش الجاي، ولا كان بيلعب
قدر اتصاب، فعمل خلل كبير جدا بشكل كبير في وسط الملعب، وبالتالي كان برضه اليونايتد من الناحيه الثانيه مش ساكت، كان بيضغط عليك على استحياء. في اول مره كان سايب لك الكوره، ولكن لما لقى عندك الاخطاء الفنيه دي وانت مش قادر تجاريه، كان الراجل بيلعب عليك بقى في مناطق ناحيه الشمال، وبيلعب عليك على الاطراف الشمال واليمين، وكان مهاجمك بشكل كبير جدا. فبالتالي برشلونه عمل فرص عديده ولكن دون جدوى، عكت تشافي وفي لخبطه الدفاع بين الونسو بين كوندي بين روخو لما نزل بين كيرنست، عامل لخبطه. فانت جبت واحد شمال حاططه في قلب دفاع، كده جبت قلب دفاع حطيت واحد منهم حاطه شمال، كده مطلع الشمال نزل اللي هو اصلا الاساسي، بعد كده نص الملعب عندك اللي هو اللي فيه اصلا اتطرد، بعد كده رحت نزل واحد اصلا فات اللي هو فايق، وبعد كده مخرج رافينا باك اليمين. طب انت ليه بتعمل العك ده؟ وبالتالي انت اديت المباراه بشكل كبير جدا وسهل لليونايتد بشكل كبير. وبالتالي انا شايف ان المباراه عادله لحد ما بالنسبه لليونايتد، او مش لبرشلونه بشكل كبير، ولكن نقدر نقول ان الماتش العوده هيفرق بشكل كبير جدا ويوضح هل فعلا برشلونه هيعرف يعدي ولا لا. عشان كده لما اتكلمت فيه في فيديو شوتس قلت ان برشلونه يقع في الفخ كالعاده. كان ننتقل مع حضراتكم بقى للمباريات اللي كانت باقيه في ابطال اوروبا خلال بروسيا او الانتر ميلان او توتنهام، هنتكلم عنها بشكل سريع. فيلا بينا مع حضراتكم، يلا بينا. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا مباراه الايزي توتنهام اللي خلصت 1-0 للميلان، والميلان ابتدى يفوق بعد فترات طويله جدا ما شفناهوش من 2012 لما كسب برشلونه 2-0 في دور المجموعات. وكانت في حاجات يعني نقدر نقول بشكل كبير جدا الميلان ابتدى يرجع، وكانت مباراه الى حد ما متوازنه، ولكن كان نقدر نقول ان المباراه ما كانتش يعني عن محل انظار الجميع، ولكن الملفت فيها ان الميلان رجع بشكل كبير جدا وقدر يكسب ويرجع للمباراه، وقدر يثبت نفسه الى حد ما في المنصات التتويجيه الفتره الاخيره بشكل كبير. برضو عندنا كانت مباراه ثانيه اللي هي بروسيا وتشيلسي، ان بروسيا بيخطف الانظار من تشيلسي، وتشيلسي يقع كالعاده ان هو مشكلته الصفقات، وبرضو في شكل كبير جدا عندهم فجوه في الصفقات، والدكه مش نفس قيمه البدلاء ولا بلا بلا في الكلام ده، ولكن تشيلسي برضو بيقع في فخ مع بروسيا، وبروسيا قدر يعني نقدر نقول ابتدى يرجع هو للمنصات ويظهر مره ثانيه في المنصات الاوروبيه. عندنا بقى كليب روج يخسر من بنفيكا من ملعبه على 2-0، برضه كانت مباراه الى حد ما ادائها متوسط، ما فيش فيها الا ان نقول ان بنفيكا كان الافضل في المباراه، كان الى حد ما مستحوذ طوال المباراه، ولكن فنيا وتكتيكيا كان كلاب كان افضل بشكل كبير جدا. بكده احنا استعرضنا مع حضراتكم فنيا الى حد ما البريمير ليج كالسيتي والارسنال، واتكلمنا عن برشلونه بشكل كبير، واتكلمنا عن باريس وبايرن، وكلمنا بشكل سريع عن مباراه دوري اوروبا الاخيره. فكده هنكون وصلنا لحد نهايه الحلقه. لو عجبتك الحلقه مش تعمل سبسكرايب للقناه وتدعم صفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم محمد جد الله، وجديد سبورت 99 على التيك توك وعلى الانستجرام. كان معكم محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.